عارف الإحساس بعد ما تخلص علاقة مؤذية وتبص في المراية مش عارف الشخص اللي قدامك؟ تحس إنك فقدت ملامحك، إنك سايب جزء منك هناك. بتسأل نفسك هو أنا لسه أنا ولا اتغيرت للأبد؟ أول خطوة في رحلة إعادة اكتشاف نفسك إنك تعترف إن اللي حصل كان مؤذي فعلا. ما تستخباش ورا مبررات زي يمكن أنا السبب أو هو ما كانش قصده. الحقيقة إنك اتأذيت، والاعتراف مش ضعف، ده بداية القوة. بعدها لازم تدي لنفسك مساحة للوجع. ما تجبرش نفسك تبقى كويس بسرعة. العياط مش عيب، والكتابة مش تفاهة، والكلام مع شخص تثق فيه مش دلع. دي كلها طرق جسمك وروحك بيقولوا بيها أنا محتاج أفضي اللي جوايا. الخطوة التانية، استعادة العادات الصغيرة. افتكر إيه اللي كنت بتحبه قبل العلاقة. يمكن قهوة الصبح على طريقتك، كتاب معين، أو حتى فيلم بتضحك عليه كل مرة. الحاجات دي مش تفاصيل عابرة، دي مفاتيح ترجعك لنفسك. بعد كده يجي وقت إعادة تعريف نفسك. جرب حاجة جديدة، رياضة، كورس، حتى مكان مختلف تقعد فيه. لما تعمل حاجة لأول مرة بتحس إنك بتتنفس من جديد، وكأنك بتبعت لنفسك رسالة: أنا مش محبوس في الماضي، أنا قادر أبدأ صفحة جديدة. في النص لازم تتعلم تحط حدود. العلاقات المؤذية بتعلمنا نرضى على حساب نفسنا، بس النهاردة لازم تقول لأ من غير خوف، ومن غير ما تحس إنك أناني. لأ هي اللي بتحافظ على قيمتك وبتمنع تكرار نفس الدايرة. وأهم خطوة، التصالح مع نفسك. ممكن تلاقي صوت داخلي يقولك أنا ضيعت وقت، أنا استحملت كتير. لكن افتكر، التجارب المؤلمة مش بتيجي عشان تكسرنا وبس، هي كمان بتعلمنا نشوف نفسنا بوضوح، نعرف إحنا نستحق إيه، ونفهم قيمتنا الحقيقية. وإنت ماشي في الرحلة دي هتلاقي نفسك بتتقلب بين حالتين. في البداية تلاقي دماغك لسه شغالة 24 ساعة تفكر في الشخص، حتى لو بتحاول تشغل نفسك. وأبسط حاجة تحصل في يومك تفتكر بيها موقف أو كلمة منه، فتحس إنك لسه محبوس في الدايرة. لكن مع الوقت بتبدأ العلامات تتغير. فجأة تلاقي نفسك بتضحك من قلبك على موقف بسيط من غير ما يكون ليه أي علاقة بيه. أو تكتشف إن في يوم كامل عدى وإنت ما فكرتش فيه ولا مرة، وتقول لنفسك هو ده التقدم الحقيقي. العلامات دي صغيرة، بس بتقولك إنك ماشي في السكة الصح، وإنك خطوة بخطوة بترجع تمسك زمام حياتك من جديد. ولو حسيت إن الكلام ده نفعك حتى بنسبة صغيرة، اعمل لايك وفولو وشير، يمكن يوصل لحد تاني لسه محتاج يسمع الجملة اللي هتنقذه. ولينك قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك موجودين في البايو.